السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي، معكم أحمد من قناة بيت العيلة. النهاردة هنعمل مع بعض صوص الشوكولاتة. طبعا بنستخدمه في حاجات كتير، في الحلويات وتزيين التورت والدوناتس، وبنستخدمه في أكلات كتير. عايزين نعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، ومقادير مفيش أسهل من كده. المقادير معانا بسيطة خالص: نص كوباية لبن، ممكن تستبدليها بمية عادي، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، معلقتين كاكاو خام كبار، ورشة فانيليا. المكونات دي كلها تنضرب في الخلاط عادي، مفيش اي مشكلة. بس الزيت هيبقى اخر حاجة هننزل بيه سرسوب، يعني الزيت ده هيبقى اخر حاجة هننزل بيه سرسوب. وهنضربهم كلهم في الخلاط، وتعالوا نشوفوا مع بعض شكل الخليط. اديكي وشايفين القوام يا جماعه، ما شاء الله عليه، حاجه مفيش احلى من كده. الطعم بقى ما اقولكوش، لان طبعا الكاكاو لازم يكون كويس جدا، طعمه حلو. ممكن تستبدلي الكاكاو بشوكولاته خام، اللي هي شوكولاته المطبخ، وتكوني مكسراها وتعملي بنفس الموضوع، بس هيكون ساعتها اللبن دافي عشان خاطر تدوب معاه. ممكن تستبدلي بميه، ده لو انت مش هتغيبيها، علشان خاطر اللبن لو قعدت الصوص ده اكتر من مده يعني طويله بيتغير طعمه وما بيبقاش كويس. اما لو انت هتستخدميه فوري على طول، تستخدمي بلبن، ممكن يقعد اسبوع اتنين في التلاجة، مفيش مشكله، تحت الطلب بتاعك. برضو الصوص ده اول ما هتعمليه في الخلاط هيكون معاكي تقيل، اتقل من كده. ده تستخدميه في ورد، تستخدميه في تزيين التورت، مفيش اي حاجه. عايزه تخففيه بنفس القوام ده، هتنزلي عليه كمان بثلاث اربع معالق لبن كمان، هيوصل معاكي للقوام ده وبيلمع وجميل جدا، وطعمه مفيش احلى من كده. ارجو تكون الحلقه عجبتكم، ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.